ليه نهائي السوبر الاسباني ده اتسجل كاكتر ماتش مجنون بين برشلونه وريال مدريد؟ من اول دقيقه ابو الكباتن والماتش نار، سيطره من برشلونه، ضغط ولعب سريع، وريال مدريد كمان بيضيع هجمات، وتيجي الدقيقه 36 يا ابو الكباتن ورافينيا بيضرب اول طلقه وبيفتتح التسجيل لبرشلونه. بس ريال مدريد لا يعرف الاستسلام، وفينيسيوس بيعمل لقطه خرافيه، بياخد الكره من نص الملعب وبيتلاعب بدفاع برشلونه وبيسجل هدف عالمي وتاريخي. والرد يا ابو الكباتن بيجي بسرعه من برشلونه، ليفاندوسكي بيسجل التاني لبرشلونه بتمريره من بدري الساحر. الماتش ده ابو الكباتن واحده واحده علينا، وبرده ريال مدريد بيرجع، جونزالو جارسيا بيعادل النتيجه، والماتش بيولع اكتر يا ابو الكباتن. مباراه مجنونه، انت كمشجع مش لاحق حتى تاخد نفسك. ويبدا الشوط الثاني، وفي الدقيقه 73 رافينيا بيسجل الثاني له والثالث لبرشلونه، والمدرجات ولعت يا ابو الكباتن. ريال مدريد بيحاول يعمل اي حاجه وبينزل امبابي، وتيجي الدقيقه 90 وبيتم طرد ديونج. توتر وضغط وثواني قاتله. وما ننساش يا ابو الكباتن ان حارس برشلونه اخوان جارسيا انقذ فريقه مرتين في اخر دقيقه. اقل ما يقال على الحارس ده انه عالمي. والسؤال دلوقتي يا ابو الكباتن، ليه الماتش ده تاريخي؟ لانه جمع بين المتعه والجنون والاهداف العالميه على اراضي عربيه سعوديه، وفي الاخر برشلونه بيكسب 3-2 ويتوج بطلا للسوبر الاسباني. فلو هتوجه كلمه واحده لتشابي الونسو هتقول له ايه؟